السلام عليكم. السنة 365 يوم، اختراع مصر أصيل. الفراعنة هم أول ناس في التاريخ قسموا السنة ل 365 يوم، وعرفوا ده عن طريق مراقبة نجمة اسمها سيريوس أو الشارة اليمنية. ولاحظوا إن النجمة دي لما بتظهر في مكان معين في السماء بيبدأ فيضان النيل، ومن هنا قسموا السنة لثلاث فصول: فصل فيضان، فصل بذر، فصل حصاد، وكل فصل 4 شهور. الفراعنة قسموا السنة ل 12 شهر، وكل شهر فيه 30 يوم بالظبط. يعني لو حسبنا 12 شهر في 30 يوم يساوي 360 يوم. لكن هم لاحظوا إن الأرض بتلف دورة كاملة حول الشمس في 365 يوم، فكان في عجز 5 أيام كل سنة. لو تجاهلوها كانت الفصول هتتلخبط، يعني يجي وقت الحصاد والفيضان لسه مجاش. عشان يحلوا المشكلة دي أضافوا 5 أيام في نهاية السنة، وسموها أيام النسيء أو الأيام الخمسة فوق السنة. الأيام دي ما كانتش بتتحسب تبع أي شهر، كانت بتعتبر أيام احتفالات وأعياد ميلاد لآلهة كبار، زي اليوم الأول ميلاد الإله أوزوريس، اليوم التاني ميلاد الإله حورس، اليوم التالت ميلاد الإله ست، اليوم الرابع ميلاد الإله إيزيس، اليوم الخامس ميلاد الإله نفتس. وكلمة النسيء في اللغة معناها التأخير أو الإضافة. وبالنسبة للفراعنة الأيام دي كانت هي سر الطبخة في التقويم بتاعهم، عشان يظبطوا السنة الشمسية بالظبط. لحد النهاردة في التقويم القبطي اللي لسه الفلاحين ماشيين عليه في الزراعة في مصر، فيه شهر اسمه الشهر الصغير أو النسيء، ومدته 5 أيام أو 6 أيام في السنة الكبيسة. وهو ده الوريث الشرعي لفكرة الفراعنة العبقرية. وبس كده، متنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.